السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب. النهاردة بقى حبيت أشارك معاكم فيديو. النهاردة هعمل معاكم أكلة سهلة وسريعة، هعمل معاكم الكفتة العادية، أحسن أكلة وأخف أكلة ممكن تعملوها في رمضان. هنا جبت اللحمة المفرومة وضفت عليها بصلتين مبشورين وملح وفلفل أسمر وعود كزبرة خضرا زي ما انتم شايفين كده. مفيش أسهل من كده، وزي ما انتم شايفين اهيت لازم أدعكها أوي كده في البهارات عشان تتبل كلها. باضغط عليها أوي كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوًّا، وبكده اهيًا تكون جاهزة معايا اهيّة. هنا بقى جبت الحلة ضفت فيها معلقة من السمنة، لو اللحمة معاكم سمينة مش مهم ان انتم تدهنوا الحلة سمنة ولا أي حاجة. وهنا معايا بصلاية أقطعها كده بالشكل اللي انتم شايفين دوًّا كده حلقات، باحطها كده في أرضية الحلة. ومعايا طماطماية برضك هاقطعها نفس الشكل زي ما انتم شايفين كده، بتدي بقى طعم حلو كده للكفتة وهي بتستوي بتتشرب منها وبتدي لها نفس حلو. ومعايا برضك هنا قرن فلفل دوت اختياري بقى، عايزينه حامي بارد زي ما انتوا عايزين. هاجيب بقى هنا عصاية الشيش طاووق كده بصبع عليها الكفتة، بحيث ان هي تكون من جوه كده يعني هشة وخفيفة كده وفي نفس الوقت تكون مستوية. الطريقة ديت برضك ممكن تعملوها في صينية وتدخلوها الفرن، بس انا هنا بقى انا هسويها على على البوتاجاز من فوق. ديت ممكن تتسوى كده وممكن تتسوى كده زي ما انتوا حابين. هنا بقى صبعت اهوت كل الكفتة اهيت بالشكل دوت، ما خدتش معايا وقت خالص واكلة سهلة وخفيفة. وبرضك مش هتاخد سوا مني على البوتاجاز، بتستوي على طول عشان ديت لحمة صغيرة ما بتاخدش يعني سوا. هنا بقى هاحطها اهوت على البوتاجاز تستوي، باهدّي عليها بقى النار باسيبها تستوي على نار هادية، وبتنزّل بقى المَيّة بتاعتها وبتتشرب منها، لو حسيتوا اللي هي شربت المَيّة ولسه نيّة بتضيفوا لها إيه كوباية مَيّة دافية. هنا بقى قربت خلاص تستوي، جبت هنا فحماية سخّنتها على البوتاجاز وحطيتها في الطبق زي ما أنتم شايفين كده، وأنزل عليها أهوًا بمعلقة زيت. شايفين بقى البخار اللي طالع دوًّا بيخلّي الكفتة أكنها مشوية بالضبط، وأحسن كمان من المشوية. وبتبقى معايا طرية وجميلة، شايفين زي ما أنتم شايفين أهوّة الدخان اللي طالع من الفحمة بيخلّي طعم الكفتة أكنها مشوية. أهوًا زي ما أنتم شايفين بقى اهي بعد ما استوت، شايفين بقى ما شاء الله، شايفين جمالها، ما أقولكوش بقى إيه على طعمها. طعمها بقى ما شاء الله كان تحفة كده، وعملت جنب منها أهوًا كيس مكرونة بطماطم، أو لو عايزين تعملوا رز بسمتي أي حاجة، وعصير وسلطة ومخلل وعملت برضك سلطة طحينة وشيبس أهوّة. وكان ما شاء الله بقى كانت أكلة سهلة وخفيفة وسريعة وما خدتش معايا وقت نهائي. جربوها بقى بالطريقة ديّة إن شاء الله تعملوا أحلى كفتة. زي ما قُلت لكم برضك لو عايزين تسووها في الفرن، دي طريقة ودي طريقة، نفس يعني السوا، مش هتاخد معايا حاجة، وتعملوا برضك نفس الفحمة وكل حاجة. اللي وصل بقى معايا لحد هنا بقى يا ريت فضلًا بقى وليس أمرًا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش في لايك حلو. هاسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله.